تخيل معايا كده لو قلت لك ان كل القارات اللي في العالم دي اللي هي افريقيا، اسيا، اوروبا، امريكا، استراليا، قاره القطب الشمالي او الجنوبي، كلهم كانوا زمان قطعه ارض واحده. والله كانوا قطعه ارض واحده، كانت جزيره عملاقه كان اسمها بانجيا. بانجيا دي كلمه يونانيه معناها كل الارض. متخيل بقى مصر كانت جنب البرازيل، واستراليا كانت لازقه في الهند، والبحر الابيض ما كانش موجود اصلا. القصه دي مش خيال، ده علم. العلماء بيقولوا ان من حوالي 300 مليون سنه اليابسه دي كلها كانت ملتصقه، وفي لحظه واحده بدأت الأرض تتفتح، صفائح أرضية ضخمة بدأت تتحرك، وبدأت بانجيا تتكسر وتنفصل لحد ما وصلنا لشكل القارات اللي احنا شايفينه دلوقتي. والملفت هنا بقى إن مش أول مرة يحصل الكلام ده. احنا في كتاب قرينا فيه اللي هو من عجائب الخلق في الكون العظيم، بيحكي إن الأرض بتمر بدورات، تتجمع القارات بعدين تتفكك وبعدين ترجع تتجمع تاني، وده بيتفق طبعا مع كلام العلم عن قارة قديمة زي رودينيا اللي هي الوطن الأم من حوالي مليار سنة، وبانوتيا اللي كانت قبل بانجيا. لكن تعالى بقى للجزء اللي فعلا هيهبلك. افريقيا نفسها دلوقتي بتتشق. العلماء اكتشفوا صدع ضخم بيتمدد في شرق افريقيا ما بين اثيوبيا وكينيا وتنزانيا. في خلال ملايين السنين الجزء الشرقي من افريقيا ممكن ينفصل ويكون قاره جديده. يعني احنا دلوقتي عايشين وسط قاره بتتولد. واللي بياكد ده ان في كينيا حصل صدع فجاه سنه 2018 شق الارض بطول حوالي 15 كيلومتر وعرض 20 متر. زي ما تكون الارض بتقول لنا انا مش ثابته، انا بتغير. والسؤال هنا اللي بقى شاغل دماغ العلماء، هل القارات هتفضل تتباعد ولا بعد ملايين السنين هترجع تندمج تاني وتكون بانجيا جديدة؟ في نظرية اسمها بانجيا التيميت بتقول ان القارات هتتحرك تاني وترجع تتجمع في قارة واحدة ضخمة. يعني اللي حصل زمان ممكن يحصل تاني. يعني اللي بيحصل حوالينا ده مش عشوائي، دي آية في قدرة ربنا سبحانه وتعالى، في حكمته في تصميمه العظيم لكوكبنا. احنا ماشيين على كوكب حي بيتنفس بيتحرك وبيغير جلده كل شوية. واللي بيفتكر نفسه ان هو مسيطر لازم يبص حواليه ويفتكر ان الارض دي مش دايمه على حال. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون.